الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات يكيل بمكيالين، بين قوسين التعريض بالضاد. ما هي ملهاش مسمى تاني غير كده عندي بصراحة. لما جمهور الأهلي يطلع في ماتش الداخلية ويعمل هتافات عدائية وشتيمة وسباب ضد لاعب معين بعينه، وعلى فكرة أنا برفض التصرف ده جدا، ومع لجنة المسابقات في اللي هي العقوبات اللي خدتها مفيش مشاكل بالنسبة لي. لكن اللي عمله جمهور نادي الزمالك بعد مباراة المصري من تكسير كراسي مدرجات استاد برج العرب زي ما حضراتكم شايفين في الصورة كده، ويطلع علينا الحاج عامر حسين يقول لك ايه بقى؟ يقول لك ده حماس زايد من متفرجين ومشجعين نادي الزمالك، ان هم كانوا بيشجعوا فرقتهم وقفوا على الكراسي كسروها. يعني وقفوا على الكراسي كسروها؟ طب والكراسي المرمية في الملعب دي يا حاج عامر ايه؟ يا حاج عامر حسين ده تخريب ممتلكات عامة يعاقب عليه القانون. يعني القانون يعاقب عليه، ولو الناس دي اتشافت هيتعمل لها قواضي ومحاضر، وانت تقول لي حماس زايد ومش عارف ايه؟ يا اخي اتقي الله شوية يا اخي. انا موافق لما انا اغلط تعاقبني، لكن لما غيري كمان يغلط لازم تعاقبه، مش تعاقبني انا وتسيب التانيين.